تفتكر إيه اللي هيحصل لو سافرت بالزمن لأيام حمى الدهب ومعاك جهاز كشف معادن؟ اليوم الأول بتوصل كاليفورنيا، في كل حتة بتبص فيها عمال مناجم متبهدلين بيحفروا في الطين بمعالك وبيدعوا تحصل معجزة. بتطلع جهازك تيت تيت وفي ثانية بتبقى ماسك حتة دهب قد قبضة إيدك. اليوم التاني بتنصب خيمتك على النهر وبتتمشى بكل روقان على الشط والدهب حرفيا بينط في إيدك. الناس بتعرض عليك خيولهم وبيوتهم بس عشان يستلفوا الجهاز 60 ثانية. اليوم الثالث كاليفورنيا كلها بقت مهووسة بيك، الناس بطلت حفر وبدأوا يمشوا وراك زي الزومبي. بتلاقي دهب كتير لدرجة إنك بتأجر عربية خيل مخصوصة بس عشان تشيل الوزن. الأسبوع الأول فجأة بتلمح حد بيفتش في شنطك، بيطلع مين؟ سقراط، وبدل ما يجري بيسألك هل الدهب ده بيخليك غني ولا مجرد عبد لشهواتك؟ انت طبعا جبت اخرك من اسئلته، فبتربطه في شجرة صنوبر عشان يبطل يبوظ لك المود بتاعك. الشهر الاول انت بقيت اغنى انسان على وجه الارض، قاعد مأنتخ على جبل من العملات ولابس شبشبك البينك، وانت اصلا ما بقيتش حتى بتمسك الجهاز بايدك.